تمكنت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدة حماية الشعب الكردية عمودها الفقري من استعادة السيطرة على مدينة الطبقة وسد الفرات المجاور لها بالكامل. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها حققت النصر وتمكنت من تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات بالكامل، وأصبحت الآن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. بالعودة إلى سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الطبقة وسد الفرات بالكامل، ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي هوزان العفريني. تحياتنا لك. شكرا لكم. بداية دعنا في صورة سير العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة وتحديدا في الطبقة، تفضل. شكرا. طبعا بعد مرور أكثر من شهر ونصف وشهرين، البارحة مساء تم إعلان عن تحرير كامل لمدينة طبقة وسد الفرات. طبعا سد الفرات التي تعتبر طبعا أهم السدود السورية من ناحية الكهرباء والمياه، وخاصة الكهرباء التي يتم نشرها في كافة أنحاء سوريا وخاصة إلى دمشق العاصمة وما حولها. طبعا تحرير طبقة لها أهمية زائدة بالنسبة لقوات السورية الديمقراطية لأجل تطويق مدينة الطبقة أو مدينة الرقة عفوا. نعم. لتطويق مدينة الرقة والتقدم إلى الجهة الجنوبية من الرقة. أنت قلت أن هذه أهمية كبيرة بالنسبة لهم، ما هي الأهمية؟ الأهمية طبعا أولا السد من ناحية الري. نعم. طبعا المناطق المجاورة لسد الفرات، وأيضا من ناحية الكهرباء لأنها سد طبقة تعطي أكثر من 70% من كهرباء سوريا، هي معروفة طبعا. وغير ذلك من الناحية الاستراتيجية العسكرية طبعا هناك لأجل تطويق مدينة لتحرير. وهل بالفعل أنه بالكامل تم تحرير الطبقة وهي الآن مطهرة من عناصر تنظيم داعش؟ طبعا هي حسب ما أعلنت سيدة روجدا فلات بأنها مدينة الطبقة بشكل كامل هي محررة، وهم وقواتهم تتوجه نحو الرقة. نعم، داعش الفارين من الموصل يتجهون إلى الرقة، فهي تعد معقل داعش الرئيسي. هل ستكون عملية السيطرة عليها بالكامل صعبة إلى هذه الدرجة، أم أنها ستكون مجرد عمليات عسكرية وداعش سوف ينهزم منها إلى مناطق أخرى؟ على ما أظن إذا بدأت طبعا تتحرك قوات أو مجاميع المسلحة التابعة لداعش من موصل بعد تحريرها، على ما أظن بدأت تتوجه إلى حوالي الرمادية وإلى دير الزور، ولم تصل إلى الرقة على ما أظن، لأنه الرقة سوف تواجه قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي من ناحية الشمال وغرب. على ما أظن المجاميع المسلحة التابعة لداعش سوف تتوجه إلى المناطق المتاخمة لدير الزور ودير الزور، ولم تتمكن من دخول إلى طبقة أو رقة، لأن القوات السورية الديمقراطية تحاصر النقاط الأساسية ما بين الرقة ودير الزور. وبعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية للمناطق مثل الطبقة وغيرها، كيف تصف أوضاع المدنيين بعد تطهيرها من داعش وخروجهم منها؟ كيف هي أحوالهم الآن؟ طبعا على ما أظن طبعا هناك جهات معنية تابعة للإدارة الذاتية تعتني بشؤون اللاجئين في كافة المناطق التي تتحرر من رجس داعش الإرهابيين طبعا. وهناك
التحالف الدولي تحاول طبعا توسيع رقعة تلك المساعدات للاجئين وتوفير البيوت والخدمات اللازمة لهم طبعا. ولا أظن أن يكون هناك يعني جهة تعرقل هذه المساعدات للاجئين. هل الرقة كيف كانت ردود أفعالهم بدخول قوات في الطبقة أو الرقة ككل، بما أنها ستسيطر على الرقة كامل كما ذكرت؟ كيف ردود أفعالهم؟ بصراحة يعني أنا كصحفي طبعا عملت جولة صحفية هناك يعني نعم. في حوالي طبقة. طبعا أنا كنت هناك يعني قبل شهر وأقل. طبعا رأيت لما شفت يعني الشعب كيف عم يرفعوا إيديهم إشارة النصر للقوات السورية الديمقراطية، وكيف نعم. عم بيستقبلوا استقبال بالحفاوة للقوات السورية الديمقراطية. طبعا هناك لأنه الشعب طبعا بصراحة هم استفادوا من الوجود القوات السورية الديمقراطية والتحالف الدولي على تأمين حياتهم ومعيشتهم من الناحية الأمنية والحفاظ على السلم الأهلي هناك في المناطق التي تسيطر عليها القوات السورية الديمقراطية. نعم، إذا ردود الأفعال إيجابية بدخول القوات السورية الديمقراطية إلى الطبقة. طبعا. نعم. الصحفي هوزان عفريني كنت معي ضيفا كريما عبر الهاتف، شكرا لانضمامك معنا. في خبر أخير لهذه النشرة، حيث